عن الأسماء التي اختارها المدرب اليوم لهذه المباراة. فهد، بالتأكيد تضعون في حساباتكم قوة فريق الجيش يلعب على أرضه، لكن أنتم جيتم برضو بطموحات مختلفة على عكس ما كان أو ما قيل بعد مباراة الليلة الأخيرة التي خسر في الفريق أن الآمال ضعفت قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت اليوم نحضر إلى هذه المباراة من أجل المحافظة على المنافسة، من أجل التواجد في المنافسة، نبحث عن مواصلة المشوار أيضا وحصد 3 نقاط. نعم، الأمور إلى حد ما صعبت، ولكن كرة القدم كل شيء وارد فيها. مهمة اللاعبين اليوم هو تحقيق ال3 نقاط. بالنسبة للحسابات الأخرى لن ننظر لها. أيضا كما ذكرت بالنسبة للفريق هو ينافس في بطولة الدوري في السعودية، ولذلك نعم مدرب أشرك بعض اللاعبين اليوم وأراح بعض اللاعبين ليدخر جهدهم في المباراة الجاية إن شاء الله. رغم هذه الأعمال الضعيفة، لكن اليوم نشاهد عناصر ربما يجهزها الفريق للفترة القادمة. هل تعتقد أن مباراة الجيش مناسبة لمثل هذا الأمر؟ أتصور نعم، مباراة الجيش مباراة ستكون قوية، لا سيما أن الجيش يمتلك عناصر ممتازة، وأيضا اليوم يشارك بأغلب اللاعبين الأساسيين، لذلك أتصور أنها اختبار جيد للاعبين ومعرفة استعدادهم للمباراة المقبلة إن شاء الله. فهد الزهراني، شكرا جزيلا وجودك معنا. جزيلا. شكرا للمسؤول الإعلامي لنادي الأهلي السعودي، ومنه لراشد الكعبي مدير فريق